أين هم دعاة الفتنة؟ كلهم في السجن، كلهم في السجن والأحكام الشرعية بتجري. ومن بعد ذلك طفأت الفتن، فلا تفجيرات ولا عبث ولا أمور، عرفت الحية وضرب رأسها. انتبهوا على أبنائكم وأموركم. ومن وجدتوا فيه نفس من هؤلاء أو يدندن لهؤلاء معروفين لا وجود لهم الآن على منابرنا ولا في مساجدنا ولا في الناس، موجودين في السوشيال ميديا، موجودين في الأجهزة، في الحالات، في السناب، في الواتساب. انتبه إذا وجدت أبنائك حاطين هؤلاء من أصحاب الأفكار المنحرفة، نبه، فلا وجود لهم، موجود لهم في الافتراضية الآن ويريدون لهم بقاء. انتبهوا، جددوا أموركم، علموا الناس في حياتكم، في تنبيه أبنائكم، في مدارسكم، في مساجدكم. الحمد لله رب العالمين. من كان على جهل من هذا الحال تبين له الحال، تبينت أمورهم بمجالستهم وتخابرهم. من كان يظن أن يأتي من يجلس على طاولة واحدة مع عضو الكنيست اليهودي الإسرائيلي في النهضة يريد مؤتمر النهضة للتفجيرات والفوضى والمظاهرات في المملكة العربية السعودية. من هذا؟ رمز كان له اسمه وكانت له شهرة ويسمى داعية من الدعاء. من كان يظن هذا؟ ادخل في اليوتيوب وانظر من كان معهم تجدهم بأساميهم واضحة بينه. ومن أراد أن يتعامى فالعمى من راسه هو بنفسه هو، فلا يعمي عباد الله. فأصبحت واضحة لذي عينين، بل أصبح يراها الأعمى ويسمعها الأصم، لأن الأمور وضحت للناس. إلا صاحب هوى، فصاحب الهوى ما ينفع فيه شيء. استغشوا ثيابهم صموا وعموا فهم لا يريدون الهدى ولا يتبعون الهدى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، فهو متبع لهواه لسوء عمله، يرى الحق المبين ويتبع البدع والأهواء لأنه أشربها، ويقول للناس تفرقوا، خلوكم جماعات، خلوكم أحزاب. بلادنا المملكة العربية السعودية ما قامت على صناديق اقتراع ولا على تكتلات حزبية ولا جماعات ولا طوائف، قامت على بيعة شرعية لا إله إلا الله محمد رسول الله. تحت هذه الراية هذا البيرق مكتوب عليه لا إله إلا الله، دعوة التوحيد محمد رسول الله، الاستقامة على دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه رايتنا وهذه غايتنا وهذا ما نسعى فيه وهذا ما نحيا ونموت تحته. أولنا ملكنا الملك سلمان وولي عهده وكل جنودنا وكل من هو مواطن ومقيم على ثرى المملكة العربية السعودية تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحرمين مكة ما مر على الكعبة منذ بناها إبراهيم هذه التوسعة، مسجد رسول الله ما مر عليه منذ بناه هذه التوسعة. العناية بكتاب الله، أمن الحج والحجيج. ماذا يريدون من المملكة العربية السعودية؟ ماذا يريدون منها ونحن في أمن وأمان واستقرار في حديقة غناء محاطة بفتن، حديقة محاطة بحريقة، بستان محاط بالنيران. يريدون الشر عندنا هنا، ومع ذلك أمة آمنة وحرب قائمة، حرب صواريخ طيارات، ولكن حامين الله عز وجل باطمئنان، اطمئنان الموحدين لرب العالمين. ولا في بعض البلاد الخبز ما تجده في السوق، الوقود ما تجده في المحطات، فتن، خايفين مضطربين. نحن آمنين برب العالمين، ثم بقيادة نسأل الله لها الإعانة، وجنود من مات منهم نسأل الله لها الشهادة، ومصابهم عجل الله عافيته، ومن هو فيه ندعو له بالتوفيق والسداد. وكلكم على ثغر وكلكم على خير، فالله الله أن يؤتى الإسلام من ثغرك. إن آخر قلعة الآن هذه البلاد المملكة العربية السعودية، يريدون هدم هذا الدين الإسلامي. افهموا وعوا أبناء الإسلام أن الكفر وأهله يريدون هدم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وما صواريخ الحوثي على مكة إلا من هذه المؤشرات، وشعارهم الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا سالمة وإسرائيل سالمة، والضرب للمسلمين وعلى بيت الله الحرام. انتبهوا من دعاة الشر والفتنة الذين بان للناس أمرهم، والأحكام الشرعية صادرة ثابتة في أمورهم تكون قريبا بإذن الله عز وجل، يتبين للناس أمرهم.